الأجبان والألبان الغير مبسترة والحمل. معلومة صغيرة هتحميكي وتحمي طفلك. في الحمل كل حاجة بتاكليها أو تشربيها بتعدي على سؤال واحد: هل ده آمن ليا وللبيبي؟ وفي وسط الأسئلة دي بيجي موضوع مهم ناس كتيرة بتغفل عنه: الأجبان والألبان الغير مبسترة والحمل. ناس كتير بتحب الجبنة البلدي أو اللبن السايب، بس في الحمل لازم نكون حذرين جدا. ليه؟ لأن المنتجات دي ممكن تحتوي على بكتيريا خطيرة زي الليستيريا، واللي ممكن تسبب مضاعفات للحمل والجنين. يعني إيه غير مبستر؟ البسترة هي عملية تسخين اللبن لدرجة حرارة معينة عشان تقتل البكتيريا الضارة. لو اللبن او الجبنه ما تعرضوش للبستره بيكونوا معرضين لحمل ميكروبات زي الليستيريا، السالمونيلا، الايكولاي. ليه الحوامل اكتر ناس لازم ياخدوا بالهم؟ لان مناعه الجسم في الحمل بتكون اضعف شويه، وده بيخلي الست الحامل اكتر عرضه لاي عدوى. والليستيريا تحديدا ممكن تعدي المشيمه وتوصل للجنين حتى لو الام ما حستش باعراض قويه. انواع الجبنه اللي لازم نتجنبها في الحمل: اي جبنه مش مكتوب عليها مصنوعه من حليب مبستر، الجبنه البلدي من مصدر غير مضمون، الجبنه الريكفورد، الجبنه اللي فيها عفن ظاهر او ريحه قويه. طب ناكل ايه بامان؟ الجبنه الفيتا المبستره، الشيدر، البارميزان، الموتزاريلا لو مكتوب انها مبستره، الجبنه المطبوخ زي النستو، الجبنه الكريمي. المفتاح: اقرأ الملصق كويس، لو مش مكتوب حليب مبستر ما تغامريش. اسئله بتتكرر من كل حامل: طب لو غليت اللبن في البيت كده بكون ببستره؟ الغلي بيساعد بس مش دايما بيضمن قتل كل البكتيريا. الافضل تشتري لبن مبستر جاهز. انا باكل الجبنه دي من زمان عمر ما جرى لي حاجه، صح، بس الحمل حاله خاصه، اللي كان امن قبل كده مش شرط يكون امن دلوقتي. طب لو الجبنه طعمها كويس يبقى اكيد سليمه. للاسف لا، البكتيريا مش دايما بتغير الطعم او الريحه. في الاخر الجبنه طعمها حلو، اللبن البلدي ليه ذكريات معانا، بس في الحمل كل حاجه بتاكليها بتوصل اللي جواكي. اختاري الصح واسالي واقراي وما تمشيش ورا العاده. الصحه مش رفاهيه، الصحه وعي، والوعي هو اول خطوه في طريق امومه امنه.